ويعرف قضيتي ويعرف ايه اللي وصلني لكده ويعرف انا في الوضع ده ليه. كل ده من اجل 3 بنات نفسي اكون معاهم في الدنيا. 3 بنات بتمنى ان اكون معاهم في الدنيا، سواء انا حلو او وحش او في او ما فيش، بتمنى ان اعيش معاهم. محدش رحمني، في ناس كتير ما رحمتنيش، فانا مش هنزل من شقتي. في الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وثق وقوع جريمة مروعة في الدقهلية. القبض على المتهم بذبح زوجته بالدقهلية بعد أن صور جثتها سيلفي وأرسلها لأسرتها. وليكن بعض التفاصيل حول الجريمة. انتشار مقطع فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة ارتكاب المتهم بقتل زوجته في الدقهلية أمام أطفاله، حيث ظهر المتهم من خلال الغرفة يوجه اتهامات غامضة مرددا حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان جاي يقتلني الليلة ويبعدني عن عيالي. حيث نشر الزوج مقطع الفيديو المصور عبر تطبيق التيك توك من داخل حجرة النوم التي قتل فيها زوجته، وظهر في المقطع أطفالها بعد ارتكاب الجريمة. وأقدم زوج في قرية تيرا التابعة لمركز نابارو بمحافظة الدقهلية اليوم الأحد على ذبح زوجته، والتقط صور بجوار الجثة عقب ذبحها وإرسال صورها لأسرتها. حيث ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة نابارو من أهالي قرية تيرا التابعة للمركز بقيام زوج بقتل زوجته ذبحا بالقرية، وقيامه بالتقاط فيديو بجوار الجثة، وعندما حاولوا الإمساك به هددهم بذبح أولاده. حيث انتقل ضباط مباحث مركز شرطة نابارو إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الزوج يدعى ح ألف والزوجة تدعى زين ألف ف، 26 عاما، ولديها 3 أبناء متزوجين منذ 9 سنوات. كما تبين أن حدثت خلافات بينهما منذ عامين وانفصل، إلا أن نهاية الأسبوع الماضي شهدت الصلح بينهما وعادت الزوجة للمنزل، إلا أنه قام اليوم بذبحها والتقاط الصور بجانب الجثة وإرسالها لأسرتها. حيث تمكنت ضباط المباحث من ضبط المتهم وأمسك بأبنائه في شرفة المنزل مهددا بذبحهم في حالة محاولة القبض عليه، إلى أن ضباط المباحث تمكنوا من السيطرة عليه وإنقاذ الأبناء. وبكده كنا نقلت لحضراتكم بعض التفاصيل حول جريمة الدقهلية المروعة. ده كان فيديو النهاردة، واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.